السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاك أحمد من ميجا ستور. في الحلقة دي جايبين الشياكة والأناقة واللذاذة والطعامة، الموديل اللي بحبه وفي الأوبشن اللي أنا بحبه. HP ZBook 15 G5 تاتش سكرين، لابتوب معشوق الناس كلها بسبب وزنه، بسبب خامته، بسبب لوجو HP الجديد واوبشن التاتش. طبعا قبل ما نبدا بالفيديو ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناه عشان يوصلك كل جديد. من غير ما نرغي كتير يلا نبدا بالفيديو على طول. اول حاجه هنبدا بيها هو التصميم وشكل الجهاز. شكل الجهاز كده، بص لوجو HP الجديد، دي رقم واحد. اللابتوب كله معدن زي ما انت شايف كده. شكل هنا جامد قوي، شايف الحته المقصوصه دي، شايف ستايلها جامد قوي قوي. فينجر برينت، طبعا الماوسين كالعاده بتوع الاستعمال خارج. فول كيبورد بينور. هنشغل اللابتوب، بورد ما شاء الله نور اهو. التاتش باد بتاعته كبيره سيكا. المعدن زي ما انت شايف كده مدي حاجه للجهاز كده، تحس ان هو قيم، جهاز بفلوس باين عليه. التاتش بتاعه جامد قوي بقى. عيبه ان هو نازل بشاشه فول اتش دي، انا كان نفسي ينزله ده بشاشه 4K، هتبقى شاشه مش طبيعيه. 4K وتاتش سكرين وجهاز معدن وبمروحتين واربع اماكن للرام وبيشيل 3 هاردات. اوف كفايه. في الفئه السعريه ال 20000 جنيه ده ببلاش. تعرفش تجيب كور i5 بروسيسور يو عامل كام جديد دلوقتي؟ رقم. خلينا في اللي احنا فيه ونشوف شكله الاول. اول حاجه هنبدا بيها التصميم وشكل الجهاز. التصميم اهو زي ما احنا شايفين كده، ما شاء الله كله معدن. هنا لوجو HP الجديد كده ما شاء الله. ده بيتفتح معدن برده، تبريد اهو، طلع التهويه بتاعته من الحته دي. هنا موبايل ورك ستيشن المشهوره تلاقيها موجوده كتير. فتحنا اللابتوب هنا بورده كامل، بريب بار موجود هنا، سماعاته طبعا هتلاقيها هنا موجوده، التاتش بتاعه سلس اهو. خامته كلها من المعدن ما شاء الله، خامه قيمه. انا بخبط وانا قلبي جامد مش خايف عليه. نجيب بقى مواصفات البروسيسور. كليك يمين بروبرتيز، هنلاقي البروسيسور بتاعنا كور i7 8850H. ده بروسيسور اتش، ودي فئه عاليه من فئه اللابات العاليه شويه زي الاتش والاتش كيو والاتش كي. فئه الجيل الثامن، نازل برامات 16 جيجا، طبعا ممكن تخليها رامات لحد 64 جيجا، ومعاه SSD 512 جيجا. والفيجا اسمها انفيديا كوادرو بي 2000. طبعا احنا قلنا البي بتنزل في الجيل الثامن، في منها بي 1000 وبي 2000. 4 جيجا دي رام 5، دي بتوصل للشير ميموري لحد 12 جيجا لو رامات 16، وبتوصل ل 20 جيجا و24 جيجا لو رامات 32. وطبعا كل ما تزود الرامات كل ما يعلي الشير ميموري بتاعه اللابتوب. ده شكل السماعات بتاعته هنا ما شاء الله، سماعات عاليه جدا وصوتها قوي. الكيبورد بتاعه كامل وبينور، فيه كالكوليتور في الجنب. طبعا في ماوسين هنا، ماوس هنا وماوس هنا. نيجي بقى للمخارج بتاعته، هنلاقي هنا مخرج سماعات كالعاده، مخرج USB 3 و HDMI و2 تايب سي. طبعا التايب سي ده احنا قلنا ان هو بيدي مخارج كتير. لو حطيت كابل نت ممكن تلاقي نت هنا. تايب سي يديك لان، تايب سي يديك HDMI، يديك USB. وده مخرج الشحن بتاعه. من ورا هنا هتلاقي فتحات التهويه بتاعته من جوه شويه، دي بتدي تبريد هنا، بتطلع السخونيه من الجنب ده. ودي المروحتين بتوعه من هنا، تلاقي مروحتين. ده مكان كابل نت لو عايز توصل كابل نت، واثنين USB 3 تاني. وفي هنا SD كارد لو عندك كارت ميموري عايز تركبها. طبعا من قدام هنا ما فيهوش اي حاجه غير الحته الصغيره اللي انت شايفها دي عشان تفتح منها اللابتوب. انا دايما بقول اللي عايز يفتح لابتوب ما يحاولش يفتحه من هنا او من هنا. دايما لما تيجي تفتح اللابتوب حاول تفتحه من النص، بحيث تحمل على المفصلتين عشان المفصله ما تتكسرش معاك ويديك عمر اطول ليها. طبعا اللابتوب ده مش بيتفتح 180 درجه كعاده شركه HP. معظم اللابتوبات بتاعتها اخرها كده، بس ده ما يمنعش ان في من نفس الموديل ده لابتوبات بتلف 360 درجه ZBook وتاتش سكرين. بس طبعا بيبقى ارفع من ده شويه عشان يقدر يلف، لان مش هينفع لابتوب سمكه بيبقى تخين في نفس الوقت بيلف 360 درجه. طبعا الكاميرا بتاعته بينزل بكاميرتين، واحده للفيس ID، وده طبعا احنا مش بنعتمد عليه قوي لانه بيبقى محتاج تعريف رخم شويه. وبينزل بكاميرا تانية، كاميرا ويب، كاميرا جودتها كويسه قوي، كاميرا HD ما شاء الله. تاتشه حلو وسلس يعني مش متعب. هو ده اوبشن، في ناس ما بتحبش التاتش، بس بحب اوبشن في اللابتوب لو انا عايز اعمل زوم، عايز اكبر، عايز اصغر. يعني اوبشن معايا بيريحني بصراحه. بعمل سكرول انا بايدي كده بدل ما اعمل سكرول بالماوس او حاجه. بعد ما شفنا المداخل والمخارج بتاعته وجربنا تاتش باد وشفنا الكيبورد بتاعه، هنبتدي نفتح اللابتوب من جوه ونشوف في ايه، لان هتلاقي هنا حاجات مختلفه شويه عن اي لابتوب تاني. بس قبل ما نفتح اللابتوب من جوه ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناه عشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا نفتح اللابتوب من جوه نشوف في ايه. هنجيب الفوطه بتاعتنا عشان اللابتوب ما يتخربش كالعاده، نحطها هنا كده. نبتدي نفتح اللابتوب. بص بقى الحركه الجميله اللي في اللابتوب ده، بطاريته كده تعملها لو عايز تشيلها بتزق دي في الجنب وتشد، طلعت اهي. ده معدن زي ما انت شايف كده،
دي البطاريه بتاعته، لو عايز تشيلها هتعمل كده كده، ترفع يا باشا كده خلاص. انا ممكن اقفل اللابتوب تاني كده واشتغل بالشاحن عادي. شايفها بتقول لك انا نفسي اللابتوب بتاعي يشيل البطاريه بتاعته تكون بتتشيل. اللابتوبات الحديثه كلها بقت بيلد ان بطاريه، فمش بتقدر تشيلها بسهوله. دي يا باشا تقدر تشيل البطاريه عادي اهو وتشتغل بيها عادي. عندك ده الاس اس دي الان في ام اي 512، وممكن تركب واحد هنا كمان، وفي مكان تاني الاتش دي دي ممكن تركب اتش دي دي هنا او اس اس دي 2.5 يقدر يشيل. طبعا اللابتوب ده برامات 16 كلها موجوده تحت الكيبورد، وعندك بنكين هنا ممكن تركب في كل بنك 16 جيجا. اللابتوب بيقبل معاك لحد رامات 64 جيجا. طبعا التبريد بتاعه هنا مروحه للفيجا ومروحه للبروسيسور. طبعا كارت الشاشه بتاعه منفصل بيتشال ويتركب زي الرامات عادي، ودي مشهوره في معظم اللابات الزيت بوك. طبعا ما عدا الاستوديو بيبقى فيجا بيلد ان ما بتتشالش وتتركب. هنقفل البطاريه تاني. شفت الجهاز سلس ازاي؟ جرب نفتح فوتوشوب 2020 عليه وما شاء الله اشتغل كويس قوي، وفتحنا جنبه 3 دي ماكس واوتوكاد، وفتحنا الثلاثه مع بعض، وكمان فتحنا البريمير وما شاء الله اشتغلوا كويس جدا. نيجي بقى لحته الجيمز. اللابتوب ده مش متجه للجيمنج بس برده بيشغل جيمز كويس قوي زي بابجي، بيس 20، بيس 19، بيس 21، كده هيشتغل معاك كويس قوي غير اي لاج. طبعا انا بتكلم على جوده مش هاي قوي، لان انا مش بنصح الناس انها تشغل الالعاب على اعلى جوده لانها بتهلك الجهاز، وفرقها بينها وبين الجوده المتوسطه مش فرق شاسع، يعني فرق برضو مش ملحوظ. عيوب الجهاز ده ان هو وزنه تقيل شويه بالنسبه لللابتوبات الثانيه اللي وزنها اخف شويه، ودي طبعا مش عيب قوي لان معظم اللابتوبات اللي فيها كروت شاشه خارجيه او خامتها تكون معدن او حتى متجهه للجيمنج او ديزاين بيبقى وزنها مش كالعاده، يعني مش زي اللابتوبات الخفيفه. الحاجه الثانيه ان خامته معدن، هي دي ميزه وعيب في نفس الوقت. الميزه ان هو بيستحمل صدمات شويه، بس لو حصل له لا قدر الله حاجه خبطه فاللابتوب بيتطبق، يعني مش بيبقى ليها علاج. مش تقول لك انا هوديه سام كاريز بتقول ايه؟ يعني من الاخر بصراحه انا مش قادر اطلع في اللابتوب عيوب، حتى سعره حتى شكله حتى خامته ما شاء الله من احسن اللابتوبات الفئه السعريه دي. لابتوب كور اي 7 وجيل 8 واتش. نيجي بقى للشاحن بتاع اللابتوب. بينزل بشاحن 150 واط وده مش موجود كتير لان سعره بيبقى اوفر شويه معدي ال 1000 جنيه. فاللي بيبيع اللابتوب ده لو بيبيعه بشاحن مثلا 150 واط اصلي من غير كونفرت بيبقى سعره اغلى شويه من الطبيعي، لان ثمن الشاحن لوحده في رينج 1000 جنيه. في شواحن ثانيه بتيجي 135 واط ودي بتشتغل على اللابتوب كويس قوي، فيبقى معاها كونفرت بيشتغل بتركبه بيشتغل بيشحن كويس شغال تمام ما شاء الله ما بيعملش اي مشاكل، بس بيقلل في سعر اللابتوب شويه. في واحد مش فارق معاه يدفع 500 جنيه ولا 700 جنيه زياده يجيب له شاحن كويس، واحد يقول لك لا انا بجيب احسن سعر فيه عشان اقدر اجيبه. في ناس بيفرق معاها ال 100 جنيه وال 500 جنيه فبيضطر ياخده بالشاحن. في طبعا تجار بتحب توفر بيجيب لك اللابتوب بشاحن يعني سعره اقل شويه عشان يقدر يوفر لك احسن حاجه باحسن سعر. نيجي بقى متوسط سعر اللابتوب ده. متوسط سعر اللابتوب ده من 20000 جنيه الى 22000 جنيه على حسب في رامات 16 او 32، طبعا على حسب الشاحن. جايب الشاحن الاوريجينال اللي هو بسلك على طول واصل بالشحن، او في كونفرت بتاع الجي 2 اللي بيشتغل على الجي 3 والجي 4 والجي 5. ده كونفرت بيحوله من شاحن تخين الى شاحن سوكت انفي. وطبعا قبل ما نختم حلقتنا ما تنساش تدعمني بلايك واشتراك في القناه عشان يوصلك كل جديد. بقدم محتوى جامد جدا بخصوص اللابتوبات استيراد خارج. كده نكون خلصنا حلقتنا ويا رب تكون عجبتكم. اشوف الحلقه الجايه على خير. كان معاكم احمد ميجا من ميجا ستور. سلام.